الفنانة رجاء عبده صاحبة أغنية البوسطجية اشتكوا من كتر مراسيلي وعيوني لما بكوا دابت مناديلي. الأغنية دي من كلمات أبو السعود الأبياري وألحان عبد الوهاب. الفنانة رجاء عبده من مواليد 3 نوفمبر 1919 في حي شبرا مصر. اسمها الحقيقي اعتدال جورج عبد المسيح، وهي لها 3 إخوة وأختين. حبت الفن من والدها اللي كان في بداية حياتها بيشتغل في هيئة التلغراف، وبدأت حياتها تلميذة في مدرسة صالحة الابتدائية في شبرا، ثم انتقلت إلى مدرسة نوتردام. كانت بتقعد في الفسحة وتغني مع أصحابها وبيسمعوها المدرسين والمدرسات. نشأت الفن عن والدها، كان عاشق للموسيقى وللفنون، وكان بيجيد العزف على العود والبيانو. تعرف والدها على الموسيقار داوود حسني، مما سهل عليها العمل في المجال الفني من خلال محطة فؤاد الأهلية. وكمان والدتها كانت بتصطحبها إلى مولد القديسة دميانة، كانت بتغني في الكنيسة الترانيم. اشتهرت في بدايتها بحفظ التقاطيع والموشحات، وازدادت شهرتها بعد افتتاح الإذاعة سنة 1934 وتقديمها أغنيات ناجحة، منها يا سلام سلم على جمالك. سنة 1937 دخلت رجاء عبده إلى عالم السينما من خلال أول أفلامها ما وراء الستار مع الفنان عبد الغني السيد وتحية كاريوكا وعبد السلام النابلسي، تأليف وإخراج كمال سليم. قدمت رجاء عبده في 13 فيلم، أبرزها صرخة في الليل وممنوع الحب والأبرياء وليلة حظ مع أنور وجدي وإسماعيل ياسين وماري منيب وتحية كاريوكا، وفيلم المظاهر مع يحيى شاهين والحب الأول وأصحاب السعادة مع محمد فوزي وبياعة اليانصيب وورد شاه اللي عملته سنة 1948 وليت الشباب مع عماد حمدي وسراج منير. وبعد إنتاجها لفيلم حبايبي كتير اللي كان بيشاركها البطولة كمال الشناوي وماجدة سنة 1950، كانت هي المنتجة لهذا الفيلم. اختفت رجاء عبده عن الساحة الفنية إن الفيلم ده ما حققش النجاح المطلوب، وخسرت بسببه كتير من الأموال باعتبارها المنتجة للفيلم. تزوجت الفنانة رجاء عبده مرة واحدة في حياتها من الدكتور يوسف عطية، أنجبت منه ولدين. لم يدم الزواج من الدكتور يوسف عطية لم يدم كثيرا. اكتشفت الفنانة رجاء عبده ان جوزها الدكتور يوسف عطية بيلعب قمار ومدمن على لعب القمار. نصحته كم مرة ولكنه لم يستجب. راحت المحكمة وطلبت الطلاق، وبالفعل اتطلقت. وقع الانفصال والطلاق بعد 8 أعوام. عادت بعد سنوات للفن عام 1970 بفيلم كباريه الحياة بمشهد واحد مع الفنان فريد شوقي ومها صبري، لتختفي بعد ذلك بشكل نهائي. اللي ما يعرفوش الكتير ان اغنية البوسطجية اشتكوا رأوا الناس اياميها والمخابرات اللي كانت حول جمال عبد الناصر ان الاغنية دي فيها استهزاء بالرئيس جمال عبد الناصر، كون والده كان بيشتغل في مصلحة البريد. وتم رفع الاغنية ومنعوا ان هي تذاع في الراديو وفي الاذاعة المصرية. لما عرف الرئيس جمال عبد الناصر ضحك لانه كان بيحب يسمع الاغنية، وامرهم بنزول الاغنية تاني. عن سبب تغيير اسمها من اعتدال الى رجاء عبده هو تأثرها باسم فيلم بطلة الفيلم الوردة البيضاء كان اسمها رجاء. فيلم الوردة البيضاء ده كانت مرشحة له رجاء عبده، ولكن جسدت الشخصية الفنانة سميرة خلوصي. اللي ما يعرفوش الكتير ان الفنانة رجاء عبده كانت فنانة قليلة البخت، دي نفسة أسمهان وليلى مراد. فعلا الفنون حظوظ، ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة. توفت وتركت لنا مجموعة من أشهر أغانيها: البوسطجية اشتكوا، آن الأوان، هيحبني واشغل قلبه، اللي فاتوا المال والجاه، حبايبي كتير يحبوني، اشهدوا يا ناس، عينيا بتضحك وقلبي بيبكي. توفت الفنانة رجاء عبده في 13 يناير 1999. ربنا يرحمها ويتغمدها بكامل الرحمة والمغفرة.